صدمة جديدة في ملف سد النهضة. رئيس وزراء اثيوبيا بيعلن انتهاء السد وبيوجه رسالة لمصر والسودان. ايه الحكاية بالظبط؟ هي الناس دي عايزة مننا ايه يا جدعان؟ وهل ده معناه المية هتقطع خلاص؟ بص، امبارح رئيس وزراء اثيوبيا اعلن بشكل رسمي على الانتهاء بشكل كامل من السد، وقال ان التدشين في ديسمبر اللي جاي. والمفاجأة ان كان في رسالة وجهها لمصر والسودان. لسه بابا بعد ما عملت المسرحية بيطلب منهم الحضور في حفل التدشين. في هذه المناسبة وأمام البرلمان أود دعوة مصر والسودان وباقي دول المصب لحضور حفل تدشين سد النهضة في سبتمبر المقبل. لا، ده بيستفزهم، وده هيودينا لأسئلة كتير، لأنهم كانوا رافضين عدم الاعتراف بالملء الأحادي. ولازم تسأل ده معناه إيه؟ لو مش فاهم ده فكل الأطراف لازم توافق. بس الأهم لينا إيه هو التدشين ده؟ معناه هيبدأ التشغيل الرسمي للمولدات، وهيتم سحب كميات للمية أكبر عشان يولدوا كهرباء. الخطوة دي بتحط مصر والسودان في موقف محرج، خصوصا إن ما حصلش اتفاق يلزم جميع الأطراف في عملية التشغيل. وده بيفتح باب لسيناريوهات مختلفة من الضغط الدبلوماسي ولخيارات تانية ممكن تكون مش مؤكده. وركزوا على غياب الاتفاق لان ده كان سبب المشكله من الاول. والبلد اللي ملهاش تاريخ شكلها كده مش هتلحق تعمله. الاعلان ده تطور مهم وخطير. ايه رايك في اللي بيحصل؟ سيب كومنت تحت عشان شكلنا داخلين على حرب. يا رب احفظ مصر والسودان.